ألف مبروك النهارده الفوز. الله يبارك فيك. شفت الماتش النهارده ازاي؟ قبل الماتش كان ايه احساسك الاول؟ كانت الجماهير فيه ناس متخوفه من بيراميدز وناس بتقول لا احنا كعبنا عالي عليهم، انت كان ايه احساسك قبل الماتش؟ بصراحه 50-50 عشان اكون صريح، كان عندي 50-50 امل، بس الحمد لله يعني الزمالك اللعيبه كانت ناويه ان هي تكسب ما شاء الله يعني، وكنت حاسس بكده. مش هقول الماتش حلو، انت شفت الماتش ما كانش مستوى عالي، بس المهم النتيجه الحمد لله ان احنا كسبنا يعني، واهم حاجه النهائي ان شاء الله، ونعمل ماتش حلو قدام النادي الاهلي ونكسب الكاس باذن الله. التوقعات كلها كانت رايحه لبيراميدز باعتبار ان هو اخر فتره اجهز وافريقيا وعامل ماتشات هو فرقه كويسه طبعا بيراميدز، محدش يقدر ينكر. وفي الناحيه الثانيه مشاكل كتيره عند الزمالك، بس الزمالك رغم الازمات دايما بتلاقيه طالع بالظبط. وبقول لك بصراحه ان جمهور الزمالك ليه عامل كبير جدا ورا الزمالك، يعني حتى بتحس ده في المباراه، اللعيبه اداها بيعلى دايما لما الجمهور بيعلى، ففي احساس دايما ما بين جماهير نادي الزمالك والفرقه، وربنا يوفق ان شاء الله ويكرم ان شاء الله. الف مبروك وبالتوفيق.